23 مارس سنة 1919 إعلان جمهورية زفتة. عندما اندلعت ثورة 1919 حصر الإنجليز مدينة زفتة في محاولة للقبض على المناضل يوسف الجندي بسبب نشاطه. وعندما علم الجندي بنفي سعد باشا زغلول ورفاقه جمع أهل البلد وأعلن قيام جمهورية زفتة، وتم تنصيبه رئيسا عليها، وأعلن استقلالها وانفصالها عن مصر في ذلك الوقت. وطبعا هو اللي كان مقصود مش جمهورية ولا خلافه ولا انفصال ولا القصة دي، ولكن كان المقصود هو لفت أنظار العالم لمدى التأييد الشعبي لسعد باشا زغلول في هذا الوقت ورفاقه، والتجاوب معهم من جميع أهالي البلد ومن الفلاحين وأعيان وشباب البلد. وعندما علم الإنجليز بما فعله الجندي قرروا إرسال قوات الاستيلاء على البلد عن طريق كوبري ميت غمر، ولكن تصدوا الأهالي لتلك القوة، فطبعا رجعوا وتمركزوا في بلدة ميت غمر. وفي الصباح علموا أبناء البلد بأن هناك قطار قادم إلى بلاد. وطبعا لما عرفوا أن في قطر جاي للبلد ومحمل بمئات الجنود والعتاد والعساكر، فكان الأهالي عملوا إيه بقى؟ الأهالي قطعوا قضبان السكة الحديد على مسافة من خارج البلد، فطبعا حجزوا قوات الإنجليز من دخول البلد مرة تانية. لما قطعوا القضبان طبيعي إن هم هيقطعوا القضبان مش هيعرفوا يخشوا. اختبأ الجندي في دوار عائلة بمنطقة اسمها بدماس. وطبعا الإنجليز قاموا بالتفتيش عن يوسف الجندي، أعلنوا عن مكافأة مالية للي يقول لهم على مكانهم. طبعا ما أدى للأهالي عمل بطولي بتهريبه لأماكن أخرى ورفاقه، وراحوا مكان اسمه عزبة سعد باشا. الواقعة في قرية مسجد وصفي، واستقبلتهم هناك أم المصريين السيدة صفية زغلول، وقامت لهم باستقبال بحوافة، وكان في كرم ضيافة من مختلف المواطنين، استقبلوهم استقبال كريم. وفضلوا موجودين في المكان ده حتى أفرج عن سعد زغلول ورفاقه يوم 17 إبريل من عام 1919، وأصبح بعد ذلك يوسف الجندي من أكبر رجال السياسة والبرلمان في مصر. وعندما عرض اسمه في أحد التشكيلات الوزارية كوزير للمعارف، اعترض على الملك فاروق على اسمه بشدة، إنه لم ينسى ما سبب للملك من قلق، ثم عمل نائب لزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ. وعلى فكرة هو ليه شارع موجود في وسط البلد اسمه شارع يوسف الجندي، موجود حتى الآن. الشارع ده اللي بينزل وسط البلد بالتحديد ناحية شارع صبري أبو علم، هتلاقي في شارع اسمه شارع يوسف الجندي، هو اسمه محمد يوسف الجندي. رحم الله كل من خدم تراب هذا الوطن، رحم الله الجميع. خالص الشكر والتقدير. هو ذكرى إعلان جمهورية زفتة.